الرأي حر والفكر حر وما دمت حر من حقك انت تقدم استجواب. وضيوفنا يتمتعون بحصانة برلمانية إذاعية، وعشان كده صوت العرب متأكدة إنك هتقبل رد الاستجواب. استجواب. حمد الكنيسي. الدكتور خالد البوهي، الشاعر واخصائي الانف والاذن والحنجره بمستشفى رأس التين العام بالاسكندريه، معنا الان ايها الاخوه تحت قبة برلمان صوت العرب، ومتمتعا كما هي العاده بالحصانه البرلمانيه والحصانه الاذاعيه، بيبدا هذه الجلسه بتوجيه هذا الاستجواب. احب ان انا استجوب شعراء ما يسمى بقصيدة النثر. أقول لهم: أضعتم حلاوة الشعر وطلاوته، وكسرتم قواعده، وحطمتم عموده، وجعلتم الناس يفرون من الشعر وينفرون منه. ولذلك هذه القصيدة أو ما يسمى بقصيدة النثر، هؤلاء الشعراء الذين هم كسروا عروض الشعر، كسروا قافيته، هؤلاء الشعراء أغربوا وانفصل الناس عن الشعر وهربوا منه. أصبحوا يسمعون شيئا مشوها، لا هو بالشعر ولا هو بالنثر، لا هي قصيدة عمودية أو تفعيلية، ولا هو نثر كنثر المنفلوطي أو جبران خليل جبران. فانتهى الشعر إلى شيء هلامي أو شيء مجرد، وانتهى بالقطيعة ما بين الشعر وما بين المتلقي. المتلقي الآن لا يحب أن يسمع الشعر، موسيقى الشعر ضاعت بسبب ما يسمى بقصيدة النثر. ومن الاستجواب إلى تجديد الثقة، أحب أن أجدد الثقة في كل فنان مبدع أخلص لفنه وإبداعه، قام بتحبيب جمهور الفن إلى فنه أو الشعر بصفة خاصة. إننا نعيش في زمن ينفصل فيه الفنان عن المتلقي، ولذلك إذا ما قمت بتجديد الثقة لشخص بعينه، فأحب أن أجدد الثقة إلى الشاعر الراحل نزار قباني، لأنه هو الذي قام بهذه المعادلة الصعبة. كتب شعرا جميلا وجيدا، وفي نفس الوقت المتلقي يفهمه ويحبه، وقام بتقريب المسافة ما بين الإبداع والمتلقي. كتب بجمال وبحلاوة، كتب الشعر المفهوم، وفي نفس الوقت ليس الشعر يعني لم يكتب الشعر السطحي. وهذه المعادلة الصعبة ألا تقع في التسطيح، وفي نفس الوقت لا يعني تقع في الإغراب. الوجه الآخر لتجديد الثقة هو سحب الثقة. أقوم بسحب الثقة من كل مدعي، الشعر بصفة خاصة والفن بصفة عامة. وبالنسبة للطب كذلك لابد أن أقوم بسحب الثقة من كل طبيب لا يقوم بممارسة المهنة بآدابها التي اتفق عليها أرباب الشأن، والذين يقومون بانتهاز المرضى أو لا يقومون بواجبهم على أكمل وجه. وننتقل مع الدكتور خالد البوهي، الشاعر واخصائي الانف والاذن والحنجره بمستشفى رأس التين العام بالاسكندريه، وعضو برلمان صوت العرب طوال هذه الجلسه، الى القرار الذي يوافق عليه فورا لو عرض للتصويت الان. تقريب المسافه ما بين المبدع والمتلقي، هذه هي قضيتي، وهذا هو الامر الذي يشغلني دائما. المسافة ما بين المبدع والمتلقي تزداد بعدا،
والجمهور جمهور الشعر وجمهور الفن يحبون الشعر ويحبون الفن، لكنهم لا يجدون الشاعر أو الفنان الذي يفهمهم أو الذي يعبر عنهم. ولذلك فأهم شيء وافق عليه فورا، وافق لكل شخص يقوم بتقريب المسافة ما بين المبدع والمتلقي. والقرار الذي لا يوافق عليه بالتالي لا أوافق على اغتراب الفنان عن المتلقي. شأن ما قلناه عن شعراء قصيدة النثر، وبالتالي عن تجريد الفن عموما، لأن الوضوح وليس التسطيح هو سمة أساسية للفنان، لأن الفنان لا يكتب لنفسه. الفنان نعم يعبر عن نفسه، وهذا حق أصيل لأي فنان أن يعبر عن نفسه، إنما الفنان لن يجلس في ركن منزوي عن المتلقي، والمتلقي له حق لأنه هو الجمهور، ولذلك لابد للفنان ألا يغترب عن المتلقي. ونصل معكم أيها الإخوة إلى نهاية هذه الجلسة من جلسات برلمان صوت العرب. كان معنا فيها الدكتور خالد البوهي، الشاعر وأخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى رأس التين العام بالإسكندرية، ولنا معه لقاءات أخرى في جلسات أخرى من جلسات برلمان صوت العرب. الرأي حر والفكر حر وما دمت حر من حقك انت تقدم استجواب. وضيوفنا يتمتعون بحصانة برلمانية إذاعية. وعشان كده صوت العرب متأكدة انك هتقبل ترد الاستجواب. استجواب حمد الكنيسي.